رأسي على مستوى الهجوم في الوقت اللي حسنيات أكادير تواجد جويس كاتي لاعب الكونغولي الذي سيحاول عبد الهادي ستيوين استغلال الفرص واستغلال المحاولات. لعبت كرة طويلة اتجاه لاعب نيون جامباي. حكم كان الخطأ لفائدة فريق الوداد. هناك غيابات في صفوف الفريقين الحسنية، غياب الزواكي وغياب الدحمون بالإضافة للاعب حمزة أفصل. دو لاعبين اللي غادروا فريق حسنيات أكادير. مهدي مبارك، تمريره من وليد الناصي. نيونغ مباي كيلعب الكره في الجهه اليمنى. هذه فرصه لفائده فريق الوداد داخل منطقه الجزاء. امكانيه التمرير، فرصه، تدخل الحارس. تدخل الحارس بدر الدين ابعير. تلعبات الكره بشكل ممتاز داخل منطقة الجزاء. تواجد نسيم الشعثلي. مهدي مبارك انطلاقة البحث على لاعب مترجي اسماعيل مترجي. غير اتجاه الكرة بشكل ممتاز، قراءة ممتازة لمساحة الملعب على مستوى الجهة اليمنى. هذه فرصة في فريق الوداد، تسديدة ومرت جانبا. فرصة ممتازة لفائدة فريق الوداد. تسديدة نسيم الشاذلي مرت نتابعوا مرة أخرى. تسديدة نسيم الشاذلي مرت جانبا. كانت فرصة ومحاولة لفائدة فريق الوداد. نتابع من جديد هذه الفرصة وهذه المحاولة. كاس تميز اللي كتبقى منافسة جديدة هذا الموسم واللي مفتوحة في وجه أندية الدوري الاحترافي بقسمين الأول والثاني. يوسف مطيع كان يعني في مكان صعب وصعب جدا في الوقت الحكم المساعد رفع راية. كان هناك خطأ على الحارس يوسف مطيع اللي مازال سقف أرضية الملعب. لاعب واحد هو اللي كيشكل الحائط. سنتابع هذه الفرصة، سنتابع هذه المحاولة لفائدة فريق الوداد. تلعبت الكره دائريه، خروج الحارس، تدخل وابعاد الكره من طرف الحارس بدر الدين ابعير. زكريا نصيك، نسيم الشادي يرفع الكره. دي فرصه راسيه، تدخل الحارس وابعاد الكره. كانت فرصه لفائده فريق الوداد لشكل خطوره واضحه على مرمى الحارس بدر الدين ابعير. الراسيه ديال نبيل مرموق وتدخل الحارس بدر الدين ابعير. كتجي الصافره ديال الحكم تنهي اطوار هذه الجوله الاولى. نتابع هذه الفرصه وهذه المحاوله شكلت خطوره واضحه على الدفاع على مرمى فريق حسنيه اكادير. نسيم الشاذلي رفع الكره بشكل ممتاز. لاحظوا الراسيه ديال نبيل مرموق في الوقت اللي كان الخروج ديال بدر الدين ابعير ما تمكنش من ابعاد الكره لتنتهي هذه الجوله تعادل سلبي 0 بين الفريقين. اعتقد ان فتره الاستراحه ستكون فرصه للمدربين عبد الهادي السبتيوي وكذلك رولاني مكوينه على ضوء هذه الجوله الاولى. الوداد اكيد الوداد اللي حقق نتيجه كبيره خلال الجوله الماضيه، انتصاره ب4 اهداف مقابل هدف واحد امام فريق الدفاع الحسني الجديدي، وبالتالي المعنويات مرتفعه. ويحاول فريق الوداد رفقه المدرب رولاني مكوينه مواصله نتائج ايجابيه ومواصله انتصارات. اذا تعطى انطلاقه هذه الجوله الثانيه. كره طويله، تدخل المدافع جمال حركاس خلال الصوره. كيبان انه ما كاينش هناك تغييرات، كل مدرب احتفظ بنفس التركيبه وبنفس المجموعه. دي محاوله، تدخل نبيل مرموق، تصل الكره لفهد بن دحمان. بن دحمان محاوله المراوغه ولكن هناك تغطيه طرف المدافع محمد مفيد. نسيم الشاذلي على مستوى الجهه اليمنى حاول التمرير باتجاه لاعب نيونغ باي ولكن الكره خارج ارضيه الملعب. العديد من الانديه اللي الموسم الماضي بعد التالق ديالو فطلبات الود ديالو. هذه محاولة، الحكم كان ضربة جزاء. الحكم يعلن عن ضربة جزاء لفائدة فريق حسنية أكادير في الوقت اللي لاعبين كيطلبوا من حكم المباراة انه يكون يعني متابعة اللقطة مرة أخرى وتدخل تقنيات الفيديو. سنتابع مرة أخرى هذه الفرصة وهذه المحاولة. نتابع هذا التدخل للمدافع نبيل مرموق امام اللاعب محمد بخاش والحكم يعلن عن ضربة جزاء. اذا تاكيد ضربة جزاء. جمال شماخ يستعد للتنفيذ. شماخ والكرة في الشباك. هدف اول لفائدة فريق حسنية اكادير. جمال الشماخ يودع الكرة في الشباك وهدف اول في بداية هذه الجولة الثانية لفريق حسنية اكادير من نقطة جزاء. فرحة كبيرة للاعبي فريق حسنية اكادير. هدف جمال الشماخ اعتقد انه هدف يعطينا صوره اخرى لهذه المباراه خصوصا لهذه الجوله الثانيه. لاحظوا جمال الشماخ لعب كره في الجهه اليمنى في الوقت يوسف مطيع مشى للجهه اليسرى. هدف اول لفائده فريق حسنيه اكادير. سننتظر الان رده فعل ديال فريق الوداد من اجل العوده في النتيجه ديال هذه المباراه.
توصل كره لارتور سانشيز مره اخرى الزمراوي. هذه فرصه نسيم الشادلي على مشارف مستطيل العمليات. محاوله الشادلي كيمرر ساخي تسديده والهدف. هدف تعادل لفائده فريق الوداد. حمزه الساخي سخاء وعطاء كيتمكن من تسجيل هدف التعادل لفائده فريق الوداد. فرحه كبيره للاعبين وللمدرب رولاني مكوينه. اذا الوداد يعود في النتيجه في حدود الدقيقه 69 بواسطه اللاعب حمزه الساخي اللي كيتمكن من تسجيل هدف التعادل. بعد ما تابعنا كنقول انه كان هناك ارتباك على مستوى حتى الدفاع ديال فريق حسنيه اكادير في ابعاد الكره. لاحظوا نسيم الشعثي تدخل وسطات الكره لساخي يسدد حتى بدر الدين ابعير فقط يعني تبع الكره بالعين ديالو وبالتالي الكره تعانق الشباك وهدف تعادل. استرجع الكره اسامه الزمراوي تمريره لمحمد الريحي وسطات الكره لحمزه الساخي. فرصه ومحاوله في فريق الوداد. ساخي للريحي يرفع الكره. هذه فرصه تدخل الدفاع اللي كيبعد الكره ويبعد الخطوره دائما. محاوله من جديد لفائده فريق الوداد من الجهه اليمنى في هذا الثواني الاخيره.